اسمي حازم محمد السرحاني، سكان درنا جبيلة، إصابة تحرير طرابلس. ونزلنا من صبرات لطرابلس، تحرير طرابلس، انصبت في شارع الشط تحرير طرابلس، انصبت بأربع رصاصات، عندي رصاصتين في الحوض وعندي رصاصة في كراعي وعندي رصاصة في الأمعاء. حالتنا الصحية تعبانة، والسفارة للأسف ما فيش مصداقية، ما فيش حتى مش جايبينا أساس من ليبيا إن نحن بيعالجونا إياه إصابة حرب، تأهيل من جديد، إن نحن كنا في حروبات وتأهيل من جديد. جينا هنا ما لقينا شيء، لقينا معنا لا شيء. بالنسبة لينا أول عملية درتها في طرابلس، توقيف النزيف. من طرابلس حولوني لتونس يوم 26/8 رمضان، شهر رمضان، طبيت في تونس، درت في تونس 6 عمليات في تونس، واحدة في طرابلس. 6 عمليات في تونس وواحدة في طرابلس. جيت لبرمنغهام درت 3 عمليات، لندن يوم 3/4 خشيت لبريطانيا، 3/10 خشيت لبريطانيا 2011. درت 3 عمليات في برمنغهام، وكنت مشلول. قعدت تقريبا شهرين ولا شهرين ونص، 4 شهور على الفراش مشلول، والحمد لله وربك صهرنا الحال. تلمن عظامي، ما زلت نشكي من عظامي، عندي شظايا. كي جيت لندن اساس انه بيشقوا بينا يعني، جابوني من برمنغهام لندن المستشفيات، جابوني حطوني في قسم حطوني في مكان مع الشباب الجرحى، تعرفنا على الرجاجيل هذول وجوه طيبه، وقعدنا كلنا مع بعضنا جرحى، لقينا كلها عياني في بعضها. يا خشينا وساروا على علاجنا، صار المواضيع في السفاره، خشينا سالنا على السفاره، حسبونا على حساب صحتنا. بالنسبه لينا قالوا لي جوازك بالنسبه لك انت ساقط، وعملياتك كملت، ولا تقريراتي تثبت اني ما كملت عملياتي. سارت مع الدكتور جاب كروات، عندي عمليه كانت على المسالك، قال لي لا جوازك ساقط، والدكتور مسالك قال لي لا ما عندش عمليه يربوا. قالوا لي اجيب تقريرات من المستشفى، مشيت للمستشفى اعطوني تقريرات، قالوا لي عندك عمليه يوم 18/5. يوم 18/5 اللي فات، الناس جوازي كان ساقط، تأشيرتي ساقطه، قاعد اجراء غير قانوني انا بدي ما بخش ندير عمليه بالمستشفى، اجراءاتي غير قانونيات. واما جاء سالنا معاهم السفاره قالوا لا انتم كملتوا علاج. جبنا تقريرات وجبنا علاج من جديد، ما زلنا نعالج، وتوا نعاني في هالعلاج وما زلنا شوفت عينك، ما زالت كلها تعاني في هالعلاج. كان مشينا للسفاره وقفوا علينا جوازاتنا، وقفوا على بعض من الشباب المنحى، وفي بعض من الشباب توا ما يستاهلوش، في اللي منهم قاعد في المستشفى وفي شقه، فينا الاثنين في مستشفى وفي شقه، وفي بعض منهم واقفين عليهم رواتب مطوحينهم في الشوارع. يعني ما عادش في مصداقيه، السفاره مازال النظام السابق الاولي، ونحن هنا نتبادلنا. نحن حل الغايه الكلام هذا يوصل ليبيا كلها بصفه عامه، ومش من غير لندن بس ولا بريطانيا اللي تشكي، جميع الجرحى، اي جريح برا يشكي يدزوا لجنه جديده ويشوفوا، يدزوا دكاتره من ليبيا، يدزوا دكاتره ويشوفوا تقريراتنا، اللي يستحق تقرير انه يعالج انا يعالج، اللي كمل علاجه يروح. لكنك جايبني من غادي اصابه حرب، انك تجي لي حرب، لا بالنسبه لي نار انت وما زلت دكتور نفساني ما جاولش، اغار الحرب كلها ما زال في راسي، وين ما سال دكتور نفساني اسبوع، كل اسبوع عندك موعد الاسبوع الجاي، عندك موعد الاسبوع الجاي، كل اسبوع الجاي، ما عادش عرفنا شيء، وعند تو تاشيرتنا ساقطه مجرها تاشيره، ولين تو ما زمناها النجم. كسرنا انا بالنسبه لي انا بجد تاشيرتي ونبي نروح. انا واحد من الناس، انا عندي اخوي متوفي وعندي اخوتي جرحى، تمام، وعندي انا سيدي عندي من الناس متوفين، عندي قريب 19 نفر من العائله متوفى. تمام ان شاء الله باذن الله. من يوم من شهر 2 بالضبط لعند توا امي ما حقتهاش، اخوي توفى ما حقتهاش، عندي فان اخوي ما حقتهاش، اخوتي جرحى ما حقتهمش، وانا نبي نروح، لكن ايش ضمني نبي نرد اخراني، انا عندي علاج نبي نعالج. ما عادش في مصداقيه، جميع اللي يقولوا لهم عدوا روحوا وردوا لعند تو مازال يعانوا في ليبيا. والله يا اخي لنا 42 سنه ما حكينا الا في 2011 كلمه الحق، وخسرنا عليها رجاجيل، وخسرنا عليها نص ليبيا، خسرنا عليها دموع الشهداء، ان شاء الله ربي يقبلهم من اهل الجنه ان شاء الله. وهذا كله عليش؟ على المصداقيه وعلى الكذب وعلى الجو الاولي واللخبطه والفسق بتاعهم والواسطات. يعني البرنامج اللي عند توا مازال نفس النظام السابق، اللي قاعدين ماسكين البلاد نفس النظام السابق، كل شيء ما زالت نفس الاول، يعني ما درناش حاجه لقدام جديده، هذول يبغوا ثوره واحده اخرى شكلهم، وجايه ان شاء الله في الطريق.